مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الام وبمناسبه حلول شهر رمضان. يا رب كلكم دايما بخير وسلام. وحشتوني جدا. بقالي كتير كده ما اتكلمتش معاكم، ويعني اهم حد في حياتي، يعني طبعا انا واثقه ان هي هتشوف الفيديو ده ان شاء الله. كل سنه طيبه يا ماما، وربنا يخليكي لينا. انا دايما اقول لك يعني احنا نلوص من غيرك بجد. احنا يعني انا لحد النهارده ما اقدرش اتصور حياتي من غيرك. بتشاركيني كل حاجه وبشاركك كل حاجه، مش بنقدر نستغنى عن ان احنا نشارك بعض في كل حاجه وفي كل كبيره وصغيره. ربنا يخليكي لينا يا رب، ودايما كده مجمعانا، ودايما يعني بتنوري بيوتنا بوجودك فيها. ربنا ما يحرمنا من دخلتك علينا ابدا يا رب. بحبك قوي يا ماما، ربنا يديكي طولة العمر ويصبرك علينا. انت مستحملانا كتير ولغايه دلوقتي بتستحملينا احنا وعيالنا. بس بحبك يا ماما، يا رب كده كل سنه في كل عيد تكوني وسطينا ونفرح بيكي وتفرحي بينا. يعني انا طبعا بقول لكل الامهات كل سنه وانتم طيبين، الكبار والصغيرين. كل واحده مامتها يعني راحت السماء. يعني افتكروا ان انتوا دايما ليكم شفيع بيحبكم وبيدعي لكم في السماء. كل واحده ربنا لسه ما ادهاش او ما قررتش ان هو يكون عندها اطفال. يعني اعتبري كل الناس ولادك كبار وصغيرين، صدقوني. يعني اكيد بيبقى ربنا ليه حكمه، بس انبسطوا. عيشوا لحظات السعاده مع اقرب الناس ليكوا، ولاد اخواتكم، اخواتكم الصغيرين. يعني كده عيشوا الاحساس، لانه انا بشوف ان كل ست ربنا بيخلق جواها الامومه. هي مش شرط احساس الامومه ده تحسيه مع ولادك بس. يعني في كتير جدا ستات ممكن تحس بالامومه لناس كتير، يعني واغلبنا هتلاقوا ان احنا ازواجنا بيكونوا محتاجين يحسوا ان احنا ماما، نهتم بيهم ونعمل معاهم كل الحاجات اللي بنعملها مع اولادنا. المهم، كلكم كل سنه وأنتم طيبين، يا رب تكونوا كلكم بخير. هشارككم بقى الحاجات الحلوه اللي ولادي جابوها لي. بصراحه يعني انا ولادي جابوا لي هديه، وجوزي جاب لي هديه، وربنا يخليه لي يا رب كده دايما ما يحرمنيش منه ابدا. دايما بيفكر فيا وازاي يعني يبسطني ويريحني ويجيب لي حاجه تكون من اهتماماتي دايما. وكمان اختي حبيبتي الصغيره جابت لي برضه هديه. نبتدي بمين؟ ممكن نبتدي باختي. الهديه بتاعتها رقيقه جدا وجميله جدا، وهي عارفه ان انا بحب الحاجات الحلوه دي قوي. بصوا، بصوا الحلق الجامد ده، يعني يا رب يكون واضح اهو. بصوا، قمه في الرقه، جميل جمال جميل. انا يعني فرحت بيه قوي، فرحت بيه قوي. يعني مش الموضوع في الهديه قد ايه، انا اللي فرحني بيه اكتر ان هي دايما بتختار حاجات يعني ايه انا بحبها، بس ممكن ما اجيبهاش لنفسي. يعني بحبها بس مع انشغال الحياه انسى. انا عايزه اقول ان دايما في كل المناسبات هي اللي بتجيب لي اكسسواراتي، عشان انا بنسى اجيب لي نفسي. ويكون مثلا داخلين على مناسبه واكون نسيت اجيب، افتكر بقى ان هي يعني كانت جايبه لي حاجه وكده. ده خلاص بقى، ده كوكي، ده هلبسه في العيد، ده كده اكسسوارات العيد، ده الحلقه اللي هلبسها في العيد. بصوا بصوا الجمال، جميل قوي. اللولي اللي فيه ده عسل قوي، والورده رقيقه جدا بصراحه، جميل. ميرسي كوكي حبيبتي. تعيشي وتجيبي يا مامي صغنونه. انا برضو جبت لها حاجه كده بسيطه، بس ايه ما لحقتش اصورها، يعني اديتهم لها على طول. آه ده كده هديه كوكي اختي حبيبتي. نيجي بقى للولاد. بصراحه كان في حاجه انا كنت مختاراها. يعني انا كنت عايزه اجيبها لنفسي اصلا من بدري، يعني من بقالي اسبوعين كده، حاجه ملوش علاقه بعيد الام يعني كده. بس لما عرفوا ان انا عايزاها فهم قالوا لي خلاص يا ماما، ايه دي هديتنا في عيد الام. اهي دي اطباق فخار جميله قوي. اطباق فخار على شكل قلب، لطيفه جدا. يعني هوريها لكم بالتفصيل بس عشان دلوقتي ما تبقاش تتكسر مني. وهدية جوزي ليا جبناها، جابها لي اونلاين. بصراحه هو اللي اختار الحاجه اللي يجيبها لي، وانا انبسطت جدا من اختياره. يعني انا ما طلبتهاش منه، بس انا كنت فعليا محتاجاها جدا. وهي هاند بلندر. هاند بلندر شكله كيوت ولونه بينك وقمر كده. هو يعني هعمل لكم دلوقتي عليه ريفيو واقول لكم كل التفاصيل عنه. فدي الهدايا اللي جات لي، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. انا بصراحه يعني ولادي لما بيجيبوا لي اي حاجه في اي مناسبه بيفرق معايا هو ان هم يعني المشاعر نفسها. وهم طول الوقت بصراحه بيعبروا لي عن حبهم، مش بيستنوا عيد الام ولا عيد ميلادي ولا اي مناسبه عشان يعبروا لي عن حبهم بهديه. والحمد لله الحمد لله، اشكرك يا رب ان هم دايما بيعبروا عن مشاعرهم طول الوقت بصرف النظر عن المناسبات او الهدايا. يعني ما طلعوش ان هو لازم انا عشان اعبر لماما عن حبي بهديه، لا.
وده المفهوم الصح، ان احنا لازم نتبادل الكلام الحلو. ويعني انا بجد يعني بشكر ربنا جدا انه دايما الحمد لله ولادي يعني بيقعدوا يقولوا لي كلام حلو طول الوقت. رغم اني انا وانا صغيره يعني احنا ما تربيناش على ان احنا نقول الكلام الحلو والمشاعر الحلوه دي طول الوقت. احنا بنطلع ان احنا قلناها بنطلع بنقولها في المناسبات، مش بنعرف نقولها طول الوقت، بس حاولنا نتعلم ازاي نقولها طول الوقت. يلا بقى قبل ما الوقت ياخدنا هقول لكم بقى على الحاجات اللي انا جبتها لماما. اقول لكم بصراحه يعني احنا جبنا انا هديه لماما، وبعد ما خلاص افتكرت ان هي دي الهديه اللي انا وجوزي هنجيبها لماما، هو يعني فاجئني ان هو عاوز برضه يجيب هديه لماما، وكل سنه يعمل نفس الحوار ده. المهم هقول لكم بقى، انا اقول لكم هديه سنه ولا هديته هو الاول؟ انا هديته هو الاول. آه، ده هديه جوزي لماما، جاب لها شنطه جميله قوي. السوق اللي هو الجلد بتاعها لميع كده حلو، تمام، بيدين وحركات وكده. هفرجكم عليها بالتفصيل، بس انا بقول لكم دلوقتي يعني الحاجه عامه. وجبت كمان بلوزه لماما اهو. دي الحاجات اللي احنا جبناها لماما، ودي الهدايا اللي كانت جات لي. وبس كده تعالوا بقى اوريكم الحاجه بالتفصيل كده. هقلب الكاميرا وهكمل معاكم. تعالوا بقى افتح معاكم الاول الهديه الاولى بتاعت الاولاد. كانت حاجه انا بصراحه كنت عايزاها وكانت عاجباني جدا. احنا جبناها اونلاين. سلاطين فخار بس على شكل قلب. بصوا الجمال، شكلها عسل جدا. انا يعني كنت اول ما شفتها في يعني في البوستات والصور اونلاين عجبتني قوي. دول 6 حلوين قوي قوي قوي. عجبوني. يعني انا كنت خايفه ان هم يعني يبقوا شكلهم في الصور حلو، لكن لما يوصلني ما يبقاش قد كده. لا بصراحه يعني عجبني قوي، انبسطت بيهم جدا. طبعا دول بقى يعني هنعمل فيهم حاجات كتيره قوي ان شاء الله، هبقى اعملها معاكم. ممكن نحط فيهم رز بلبن، ممكن نعمل فيهم حاجات كتير، يعني كل الحاجات اللي ممكن تتعمل حلويات في الفخار. ممكن ام علي. يعني افكار كتيره قوي بقى ممكن نعملها مع بعض سوا. يعني انا اعتقد اول حاجه هعملها فيهم ان شاء الله تقريبا الرز بلبن اللي بيتعمل في الفرن. بس فبصراحه يعني عجبوني قوي. انا بقول لهم ميرسي. يعني وهم اصلا بالنسبه لي من غير هدايا هم احلى هديه جات لي يعني في حياتي. تمام. فدي بس دي كده بقى الهديه بتاعتهم. نقفلها بقى كده ونشوف اللي بعده. نيجي بقى للهدية التانية اللي هي من باباهم. ده كان هاند بلندر. بصراحة أنا يعني من بدري خالص ما كنتش قلت له إن أنا عايزة هاند بلندر، بس أنا كان في دماغي إن أنا عايزة هاند بلندر، بس عمري ما قلت له أنا عايزة هاند بلندر. لقيت فجأة كده مرة قال لي إيه رأيك لو أنا أجيب لك هاند بلندر؟ فقلت له يعني يا سلام على الأفكار. يعني هو كان في دماغي، ما اعرفش بقى يعني كان بيقرأ أفكاري ولا إيه. فجبنا الهاند بلندر دوت. وأحلى حاجة فيه إن هو ليه الدورق بتاعه. ده الدورق عجبني قوي، حجم كويس جدا. الحجم تقريبا 600 مللي اهو. 600 مللي. يعني شكله حلو قوي ولطيف قوي. واكتر حاجه عجبتني ان هو ليه بوز، عشان نيجي نصب كده اي حاجه ليها بوز طبعا بتبقى سهله قوي. فده الدورق بتاعه. كمان بس هحط ده هنا كده عشان مفيش حاجه تتكسر. ده السلاح نفسه بتاع الهاند بلندر. هي الماركه اسمها فوليت. ده كده السلاح بتاعه. وده الجهاز نفسه اللي فيه الزراير. احلى حاجه عجبتني فيه ان هو لونه بينك، يعني يا بينكاتي بقى. ده كده الجهاز، ده سرعتين. وانا كنت عايزاه بسرعتين. انا مش حابه ان هو يكون سرعه واحده. انا شايفه ان سرعتين بيكون افضل بكتير. لما نكون عايزين نهرس اي حاجه وكده نعملها الاول على السرعه الخفيفه وبعدين على السرعه الشديده. ده بالنسبه لي يعني بحس ان هو دي حاجه كده افضل من ان انا من البدايه امشي على السرعه العاليه على طول. وده تقريبا الضمان بتاعه جاي معايا. ضمان، ويعني تقريبا طريقه الاستخدام والحاجات اللي زي كده اهي. دي الماركه اسمها فوليت. هو 400 واط. طبعا بيستخدم في حاجات كتيره قوي. استخدامات الهاند بلندر للناس اللي ما عندهاش فكره، ولو اني اعتقد النهارده ما بقاش في حد يعني ما يعرفش الهاند بلندر، بس برضو للناس اللي ما تعرفش الهاند بلندر، هو ميزته ان هو احنا بنستخدمه عشان نضرب نفرم اي حاجه، نضرب اي حاجه جوه الحله. مش محتاجين احنا نحطها في الخلاط وبعدين مثلا لو هي كميه كبيره نعملها على كذا مرحله. لا يعني مثلا عايزه افرم فول،
في حله الفول هشتغل بالهاند بلندر، ههرس الفول كله مره واحده بدل ما اقعد اصب شويه شويه في الكبه. وفر معايا طبعا غسيل مواعين ان انا كل شويه اوسخ الكبه على كل كبيره وصغيره. كده هقلل الاستهلاك على الكبه، وبالتالي اقدر احافظ عليها. هنقدر نستخدمه في ان احنا نقدر ممكن نعمل سموزي، نعمل اي جوس، عصاير. ممكن مثلا لو احنا بنعمل طماطم نفرمها برضو في الحله. يعني في حاجات كتير، واهمهم بقى العدس والبصره، يعني ده اهم. احنا طول الصيام عاملين نعمل في عدس وبصره. وبرضو حته ان احنا بنضربها في الخلاط او في الكبه، وبنبقى دايما عاملين من الاكلات دي، عشان طبعا احنا يعني دي اكلات مصريه اصيله وكلنا بنحبها جدا، فبنعمل منها كميات. فلما نيجي عايزين نفرمها في الكبه او في الخلاط بنقعد نصبها على كذا مره. لكن دي كده في الحله يعني انجازا للوقت، هي دقيقه واحده فرمنا الحله كلها وما وسخناش اي يعني حاجه تاني، ولا دورق ولا اي حاجه اللي هو بتاع الكبه ولا بتاع الخلاط ولا اي حاجه. هي مجرد دي تتوسخ تتشطف خلص الموضوع كده. احنا بنوفر على نفسنا وقت وجهد ومواعين يعني، واهم حاجه المواعين، حط تحتها 50 خط دي بالنسبه لي يعني. تعالوا بقى اوريكم. بصوا هو تركيبه سهل خالص اهو كده. والسلك بتاعه يعني هو ما بيبقاش طويل قوي بس مش قصير قوي يعني. وبس كده. وادي الدرق بتاعه لو احنا عايزين نضرب فيه حاجه. بس الضرب زي ما انا فاهمه ما ينفعش نبقى ملامسين للوعاء نفسه تحت، وما ينفعش نبقى على سطح الحاجه اللي احنا بنضربها يعني. تمام، نبقى متوسطين، ايدينا محطوطه بطريقه متوسطه. طبعا انا عرفت الكلام ده لان انا استخدمت بتاع اختي. يعني قلت استخدمته كده مره ولا مرتين، كنت عايزه اعرف هل انا هيريحني في الاستخدام ولا لا. بس بتاع اختي ماركه تانية، مش فاكره بصراحه كان اسمها ايه. المهم ان انا لما استخدمته بصراحه يعني استخدمته في طبختين قبل ما اقرر اني اجيبه. ولما فعلا لقيت انه يعني لا فعلا انجزني جامد جدا وريحني في الاستخدام، فقررت فعلا قلت له خلاص اوكي انا موافقه ان انت تجيبه لي. وطبعا بقول له ميرسي جدا على تعبك. هو دايما بصراحه دايما بيتعب نفسه ويقعد يفكر في ايه اكتر حاجه ممكن يعني تفيدني او تريحني او تبسطني. هشيله بقى في العلبه معاكم ونكمل. واهم حاجه عشان نقدر نحافظ على اي جهاز احنا بنجيبه او جهاز عندنا طريقه حفظه. انا طبعا مؤقتا كده هحطه في العلبه بتاعته. بس انا هشوف له منظم احطه فيه علشان يكون سهل ان انا اشيله واحط، لان احنا عارفين يعني العلبه لحد ما بتعوقنا في التخزين، بتاخد مساحه وكده، وهو اصلا يعني حاجه بسيطه وحجمه صغير، فمش عايزين نعمل زحمه في المطبخ. فانا هشوف له منظم كده بسيط واحطه فيه، بحيث ان احنا اقدر احافظ عليه ويكون سهل الاستخدام. ومامتي بقى حبيبتي ربنا يخليها لنا يا رب، برضو جبنا لها انا وجوزي هدايا. ودايما كل سنه برضو متعود انه انا اجيب لها هديه وهو يجيب لها هديه، يعني ما اعرفش ليه بس هو بيصر على الموضوع. دايما اقول له طب ما احنا واحد نجيب مع بعض احنا الاثنين، هو بيصر انه يعني هو بيضحك علي كل مره بنجيب الهديه اللي هو انا بقى فاكره ان هي دي هديتي انا وهو ليها، ويقوم مفاجئني ويقول لي لا انا كمان هجيب لها هديه. وساعات حتى كنا يجيبها من ورايا. المهم ان هو بيصر انه يجيب لمامتي هديه. اول حاجه هوريها لكم هديته هو. دي كانت الشنطه الجميله دي. الحمد لله ان هي عجبتها. وهي طبعا اللون الاسود يعني لون ممتاز لانه بيليق على كل حاجه، وهي بتحب الالوان الغامقه طبعا مش بتحب الالوان الفاتحه. اكتر حاجه يعني مميزه وهي بتحبها قوي ان يكون المساحه جوه فاضيه. طبعا هي مليانه ورق لسه ما فضيناهاش، بس ان هي مساحه كبيره وفيها صوصات داخليه، ودي اكتر حاجه بتريحها في الشنط. وبرده بصوا في هنا الجيب ده في برضو هنا سوسته تقدر تحط فيها، والميزه ان هي سوسته ومتغطيه بجيب يعني للامان يعني. برضو الناحيه الثانيه يعني نفس الفكره من قدام وورا جيب كده. وبرضو هنا في سوسته بس السوسته اللي هنا اكبر شويه. هنا سوسته ومن ورا سوسته، وفي النص دي السوسته الرئيسيه وجواها سوسته صغيره. طبعا احنا عارفين يعني امهاتنا كلهم ربنا يخليهم لنا بيحبوا بقى نظام اغلبهم يعني بيحبوا السوست الكتير وان هي تكون واسعه من جوه ما تكونش صغيره. وفي نفس الوقت هي ما بتحبش الكبير قوي، فهي حجمها كان مناسب قوي. ليها يدين، اليد دي واليد الكبيره دي. وبصراحه يعني هي كانت اكتر خامه مميزه في اللون الاسود، مش من الخامات اللي هي سهل ان هي تتطرب او تطفي. لا انا مش بحب اجيب في الاسود سواء ليا او ليها يعني. عامه احنا بنحب الاسود في الخامه اللي هي تبقى هي مش لميع، مش شرط لميع يعني. هي اوكي ممكن نجيب اللميع، بس اصلا لما بنيجي نجيب الجلد بنحب الجلد اللي هو ما يبقاش مطفي، اللي هو طول الوقت يبقى ضيه حلو كده ونظيف ولامع.
بس دي كانت هديته هو. هديتي انا كانت بصراحة يعني هي ماما أنا باحب أجيب لها حاجات استخدام شخصي، لإني لو حاجات استخدام في البيت، يعني هي ما بقتش زي زمان بتستخدم حاجات كتير أوي جوّه البيت. زمان كنا بنجيب لها حاجات كتير أوي في البيت، وكنا بنجيب لها برضه حاجات شخصية، بس إحنا دلوقتي يعني بقينا شايفين إن الأنسب ليها بنجيب لها حاجات شخصية أكتر، لإن هي خلاص يعني بالنسبة للبيت استخدامها قَل كتير، لإن هي معظم الوقت يعني ربنا يخلّيها لينا وما يحرمناش من دخلتها علينا أبدًا، هي أغلب الوقت بتكون معانا إحنا. فجِبت لها البلوزة دي، قولوا لي بقى إيه رأيكم؟ يعني أحلى حاجة إن إحنا فتح عندنا في الزيتون اللي هو بكيزة وزغلول، طبعًا هو فاتح من بدري يعني، بس يعني ده من المحلات المميزة جدًا في اللبس بتاع اللي هو المدامات الكبار أو الأمهات، ولبسه شيك أوي. أولًا هي الحمد لله الخامة عجبتها أوي، مريحاها، بتاخد وتدّي، وأنتم عارفين يعني الأمهات بتحب جدًا اللبس المريح. أنا عايزة بس أوريكم شكلها، أشيل الشنط دي كده. بُصّوا فيها الحركة دي. ده هنا في اللي هو الترتر الأسود، ترتر لونه أسود على الجزء اللي هو بتاع الرقبة، وهي نفسها البلوزة عاملة كأنها توينز بس هي بلوزة. مريحة جدًا، خامتها مريحة جدًا، لونها الحمد لله عجبها أوي. هي ماما بتحب الألوان اللي هي على بينكات دي، وفي نفس الوقت الأرضية سودا، فالشكل العام للبلوزة جميل أوي. المقاس الحمد لله مريح جدًا، اللي هو التلبيس نفسه مريح، ودي يعني أكتر حاجة بتفرق مع ماما جدًا يعني. كنت ناسية السعر عليها، الحمد لله إن أنا شِلته من قبل ما أدّيها لها. آمم بس كده. طبعًا هي قاستها والحمد لله مضبوطة عليها وكويسة، والخامة عجبتها واللون عجبها، ويا رب كده تدوّبها بألف هنا، تعيشي لنا يا ماما يا رب، وما يحرمناش من دخلتِك علينا أبدًا، ودايمًا يديمِك في حياتنا يعني كل الأيام اللي جاية، وياخد من عمرنا ويدّيكِ يا رب.